الكبرى للشريعة الإسلامية، ومنها عمارة الكون، لأن المسلم يعرف البناء لا يعرف الهدم، المسلم يعرف التعمير لا يعرف التدمير، المسلم فيه شيء من سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبقدر ما فيك من الحبيب المصطفى والنبي المجتبى فتكون قريبا منه يوم القيامة ومصاحبا لأنفاسه الطاهرة في الدنيا. كلما ازددت على الخلق رحمة كنت قريبا منه، لأنه هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والنافع للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الإنسان المسلم الحقيقي يقيم حقوق ربه التي أوجبها عليه، ولكن من يريد أن يسابق في الخيرات وأن يتقدم في الطاعات وأن يكون على مقربة من سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أن يزيد في النوافل والتطوع، وليس التطوع والنوافل في العبادات الشعائرية وحدها، وإنما كل عمل تسديه لأخيك الإنسان لتقيم به الأكوان هو عمل تطوعي لا يجبرك أحد عليه ولا